السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله على قناتي نكهات مغربيه. اليوم جبت لكم واحد لاطاغ مزيونه بزاف وسريعه في التحضير بلا كريم ديال اللوز ولا كريم فرونجيبان، كتجي غزاله بزاف ولذيذه في المذاق وسريعه كما قلت لكم في التحضير. قبل ما نبدا الوصفه بغيت نقول لكم سنه سعيده ندخلها لكم ان شاء الله بصحيحه والسلامه والهنا والراحه والنجاح ان شاء الله الجميع اللي كيتمنى شي حاجه يوصلها ان شاء الله، واللي عنده شي امنيه تحقق له، واللي عنده شي تشالنج او ان ديفي اغولوفي ينجح ان شاء الله ويوصل داكشي اللي بغا. بالنسبه للاطاغ كما قلت لكم تجي غزاله بزاف ولوكسيوس بصراحه. لتحضير لاطاغ غادي نحتاجو البريوش، ان بريوش فرونسي كما تشوفوا موجود في الكارفور في اي بلاصه. انا خديته من بول، غادي نقطعو دي طرونش بهذا الشكل هذا. في واحد لومول او لاطا مدهونه مزيان بالزبده غادي ننزل لي طرونش ديال البريوش على هذا الشكل، نضغطوا عليهم مزيان مع الجناب باش ما نخليوش ديك الفراغات. ديك البليزات الصغار غادي نقطعوا طريفات ديال البريوش وغادي ندخلوهم داخل، ما نخليوش الفراغات نهائيا حتى نحصلوا على هذه النتيجه. من بعد غادي نحضروا الكريمه ديالنا ولا كريم فرونجيبان. بالنسبه للكريم غادي نحتاجوا 175 غرام ديال الزبده، غادي نديروها في ان ميكسور او روبو كما تشوفوا معايا. غادي نزيد عليها او نضيف لها 175 غرام ديال السكر سنيده. غادي نميكسي الزبده مع السكر مزيان واحد المده ديال 5 ديال الدقائق حتى تنسجم مع بعضياتها. غادي نضيف نكهه ديال اللوز، اي نكهه اللوز عندك، يعني من الماركه ما كتهمش، يعني يكون نكهه ديال اللوز مزيانه. غادي نضيف 175 غرام ديال بودره اللوز، بودره داموند. بالنسبه لتحضير البودره اللوز هي سهله، الا بغيتو نحضرها معكم في شي فيديو خليو لي كومونتير. غادي نضيفوا 3 البيضات. بالنسبه للبيض غادي نضيفوا وحده بوحده، يعني ماشي ودقه كامله، نضيفوا وحده بوحده، نضيفوا وحده ونميكسيو ونزيدوا عليها الثانيه الثالثه.
عجنت لا طاغط بالتفاح غادي ندخلها للفران لمده ديال 35 دقيقه. لا طاغط هي وجدات تحمرات مزيان كما تشوفوا معايا في لا فيديو. دابا غادي ندوزو للتزيين ديالها. للتزيين غادي نحتاجو كونفيتور ديال المشماش، غادي ندهنو به لا طاغط ديالنا على هذا الشكل هذا. غادي ندهنو لا طاغط كامله. من بعد غادي نزينو بلامونط ايفيلي او رقائق ديال اللوز، شرائح د اللوز. غادي نضيف واحد الرشيشه ديال السكر كلاصي في شي شبيكه، وغادي نزينو به لا طاغط على هذا الشكل هذا. ما نكثروش لان غير باش يعطينا المنظر وصافي. السكر كلاصي تيعطي هذا المنظر مزيون على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال لا طاغط ديالي، تجي رائعه في المنظر وحتى المذاق رائع. كما تعرفوا ان لا كريم فرونجيبان لا يعلى عليها، يعني تجي غزاله وراقيه بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في كومونتير مزيونين. كيف ما تشوفوا معايا جات غزاله وتتشهي الصراحه، وتمنيتكم تجربوها وتردوا عليا في كومونتير. وصلنا لنهايه ديال لا فيديو. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه عليكم. تنتمنى هاد لا غوسيت تعجبكم بزاف وتجربوها. تنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وتنتمنى انكم تودعوا هاد السنه بخير وعلى خير، وتستقبلوا السنه الماجيه ان شاء الله بكل طاقه وايجابيه. وهادشي اللي كاين، وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.